النادي الاهلي النهارده امام سياتل الامريكي، وفي كلمتين حابب اقولهم كده قبل ما ندخل في تفاصيل المباراه او في تشكيله المباراه. جماهير النادي الاهلي واغلب جماهير النادي الاهلي على السوشيال ميديا شايفها مطمنه زياده عن اللزوم للماتش. يا جماعه اهدوا، ده برضو كاس العالم للانديه مش كاس المزاريطه. لازم تفهم ان كاس العالم للانديه ليه اهميته، زي ما ليه اهميته عند النادي الاهلي ليه اهميه برضو عند لاعيبه سياتل الامريكي. واللعيبه دي ممكن تكون في الفتره الاخيره يعني ما بتقدمش مستوى كبير او نتائجها سيئه، لكن ممكن تقدم احسن ما عندها في كاس العالم للانديه. ده غير كمان ان المواجهه اللي جايه سواء النادي الاهلي او سياتل اللي هيفوز منهم، وان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يفوز، هتكون قدام ريال مدريد، فدي في حد ذاتها بطوله لوحدها. فما تستهونوش، او كجماهير النادي الاهلي ما تستهونوش بالمباراه عشان الاستهوان ده ما يوصلش للعيبه ويحصل شيء ما احنا مش حابينه لا قدر الله. فاتمنى من الجمهور ركزوا شويه يا شباب، خليكم متحمسين وحمسوا لاعبتكم في ان المباراه مهمه جدا، وان مواجهه ريال مدريد تعتبر في حد ذاتها بطوله، واعتبر ان المباراه دي هي المباراه اللي هتاهلك للبطوله دي او مواجهه ريال مدريد. خلينا ندخل كده بقى في كلامنا عن التشكيل وايه المتوقع وايه الافضل للنادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم على صفحتكم كوره مشكل على اليوتيوب. صلى الله على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل في كلامنا كده على طول. تشكيله النادي الاهلي كده في البدايه ما اظنش ان هي تختلف كتير جدا عن تشكيله المباراه اللي فاتت. يعني الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، عبد المنعم متولي، وعلي معلول، وديانج والسوليه، وحمدي فتحي في خط الوسط، وعلى اليمين الشحات ومحمد شريف راس حربه، وعبد القادر جناح شمال. فانا شايف ان زي ما بقول التشكيله مش هتختلف، الا ان في بعض الاقاويل طلعت وقالت ان ممكن مشاركه محمد طاهر مكان احمد عبد القادر، لان محمد طاهر مساهماته الدفاعيه اقوى بكتير من احمد عبد القادر. والسبب ده بالنسبه لي ما هواش مقنع، لان انت بتلعب بثلاثه في خط الوسط، انت بتلعب بديانج والسوليه وحمدي فتحي. لو حمدي فتحي بس وديانج الاثنين وقفوا جنب بعض هيقدروا يغطوا يمين وشمال، فانت كمان هتحتاج مساهمات دفاعيه من الجناح. انا شايف ان ده هيكون شيء زياده عن اللزوم. انت هتهاجم بالفرقه يعني هتدافع بالفرقه كلها؟ لا. فكره ان واحد زي احمد عبد القادر بيكون متقدم ومعاه محمد شريف، وبنشوف الشحات الراجل بيقوم بمهامه الدفاعيه بشكل كويس، لكن اتنين حتى في الهجمات المرتده يقدروا يعملوا ثنائيات. لكن هتدافع بالفرقه كلها، او انت مطالب ان الفرقه كلها تقوم بواجبات دفاعيه؟ انا شايف ان ده كتير وزياده عن اللزوم قدام نادي زي نادي سياتل الامريكي. وزي ما بقول فكره الهجمات المرتده يكون موجود احمد عبد القادر راجل واحد لواحد 10 على 10، ومعاه محمد شريف على الاقل يقدروا يعملوا زي ما بقول ثنائيات. ففكره مشاركه طاهر محمد طاهر للسبب ده انا بصراحه شايفها مش مقنعه. لكن لو قلت لي ان طاهر محمد طاهر هيشارك لان انطلاقاته مثلا اقوى من احمد عبد القادر، وان هو بينطلق بشكل مباشر على المرمى اكتر من احمد عبد القادر، ممكن ساعتها اقول لك ان كلامك صح. مشاركه كهربا او مشاركه بيرستاو، كهربا ممكن بيقول ان هو عنده شد عضلي فغالبا ممكن ما يقدرش ان هو يشارك. بالنسبه لبيرستاو اللي اتقال او اللي سمعناه يعني فكره عدم جاهزيته بالشكل الكامل، وان لسه الراجل راجع من الاصابه، فالجهاز الفني مش عايز ان هو يجهد اللاعب وحابب ان هو يديله الموضوع ستيب باي ستيب. وانا شايف ان ده افضل بيرستاو من احسن اللعيبه ومن اكتر اللعيبه اللي انا بحبها، وشايف هو افضل لعيب النادي الاهلي في المكان ده. لكن الراجل زي ما بنشوف كل شويه اصابات، فلا لازم على الجهاز الفني الحذر من موضوع زي ده. وفعلا كوره المدير الفني النادي الاهلي لو بيفكر في الموضوع ده انا شايف ان هو عنده حق وهو صح فيه. في العموم دي ممكن تكون تشكيله النادي الاهلي. على النادي الاهلي بقى شيء مهم جدا، زي ما بقول فكره استهوان الجماهير بالمباراه. على النادي الاهلي ان هو ما يستهونش بالمباراه ابدا، ان هو ياخد المباراه دي زي ما بقول هي المباراه اللي تاهله للبطوله. مشاركه لعيبه النادي الاهلي ومشاركه النادي الاهلي امام ريال مدريد تعتبر فعلا في حد ذاتها بطوله. انت لما تشارك قدام ريال مدريد وحتى لو خسرت المباراه قدامه لا قدر الله، ففكره ان انت تلعب قدامه مباراه قويه ده هيكون شيء مهم جدا للعيبه النادي الاهلي وللنادي الاهلي نفسه، نفسيا ومعنويا، ان هو يرجع يدخل افريقيا بقوه، يدخل الدوري المصري بقوه. فزي ما بقول على النادي الاهلي ان هو ما يحاولش ان هو يستهون بالمباراه، لا ياخدها ان هي المباراه اللي هتاهله للبطوله، والبطوله دي هي مواجهه ريال مدريد بطل العالم اكتر من مره وبطل دوري ابطال اوروبا. فزي ما بقول ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، وان شاء الله نشوف النادي الاهلي امام ريال مدريد قدم لنا مباراه قويه كلنا نستمتع بيها.